الدرس 21 فتاوى على منهاج الوحيين القرآن والسنة الصحيحة. ما الرد على قول المتورطين بقتال باطل مع غياب الإمام في الأمة ساعدونا نريد منكم الحل. الثاني: هل قوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر يدل أن العبادة فيها تعادل العبادة ب83 سنة؟ ما مفهوم الحديث إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله؟ ما مفهوم التقاويم والخطأ في أوقات الأذان التقويم الهاشمي ونحوه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السؤال الأول: ما الرد على قول المتورطين بقتال باطل مع غياب الإمام في الأمة ساعدونا نريد منكم الحل؟ الجواب: قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هؤلاء لا يوقنون لأنهم عرض عليهم الحكم الشرعي والنصوص من أول الأمر وركبوا رؤوسهم، ويريدون الآن حلا يحملون تبعاته لأهل العلم. لا، أنتم جنيتم على أنفسكم فاحملوها وحدكم، ولا تراوغوا لتأخذوا فتوى تحملنا هزيمتكم. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يروي أبو يعلى والبزار بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ممسك بحجزكم عن النار، هلم عن النار وتغلبونني، تقاحمون فيه تقاحم الفراش أو الجنادب، فأوشك أن أرسل بحجزكم وأنا فرسكم على الحوض، فتردون علي معا وأشتاتا، فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ويذهب بكم ذات الشمال، وأناشد فيكم رب العالمين فأقول: أي رب أمتي؟ فيقول: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرة على أعقابهم، ولا أعرف أن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. فلا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. فلا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. فلا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم، فلا أعرف أن أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. فإنه لا يجوز القتال إلا مع الإمام، وبغياب الأمة يعني غياب الإمام، يعني الجهاد يعطل حتى تقوم الأمة من جديد ويفرز الله لها الإمام هدية الله إلى المؤمنين. في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. وفي رواية أبي داود: إنما الإمام جنة يقاتل به. ومن ثم بغياب الإمام فكل قتال باسم الجهاد في الأرض هو قتال حرام، لا ينصر الله أصحابه بل يخذلهم، كما حصل في هذا القرن من الزمان، خذلان متراكم وفوضى متراكمة وفشل متراكم نتيجة مخالفة أمر الله عز وجل. السؤال الثاني: هل قوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر يدل أن العبادة فيها تعادل العبادة في 83 سنة؟ الجواب: الليلة ليلة القدر خير من 1000 شهر من غيرها من أيام السنة، فالعمل الصالح فيها له تضاعفات كبيرة دون تحديد أنه تقريبا يعادل عمل 83 سنة ونحو ذلك مما يكافئ 1000 شهر، لعدم تحديد النص ذلك،
كما هو محدد بغيره. مثلا الخطى لصلاة الجمعة كما في حديث أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ففي مسند الإمام أحمد وكذلك عند أهل السنن في حديث صحيح عن أوس بن أوس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وقال لعائشة عليه الصلاة والسلام في الحج: أجرك على قدر نصبك. السؤال الثالث: ما مفهوم الحديث: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض به فراشه وليسمي الله؟ الجواب: أولا، الحديث أصله في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنيفة ثوبه 3 مرات، بصنيفة ثوبه بجانبه أو طرفه، والصنيفة أعلى حاشية الثوب الذي عليه الهدب. ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. ثانيا، الحديث يدل على إمكانية سحر من الشيطان وليسمي الله أو وجود حشرات وهوام. وقد روى البخاري في الأدب المفرد باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش بسند حسن عن أبي أمامة قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود والحجر والشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي رواية: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي لفظ آخر للترمذي بسند حسن زاد بآخره: فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ولفظه في أوله عند الترمذي وهو من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. السؤال الرابع: ما مفهوم التقاويم والخطأ في أوقات الأذان، التقويم الهاشمي ونحوه؟ الجواب: أولا، معظم التقاويم فيها خطأ في تقدير أوقات الأذان الدقيقة، معظم التقاويم فيها خطأ في تقدير أوقات الأذان الدقيقة. ثانيا، قد تبين من علم الفلك أن محور الأرض يدور بزاوية صغيرة، إذن التقاويم غير ثابتة منذ 50 سنة إلى 15 سنة قادمة، بل لابد أن تضبط بعلم الفلك. ثالثا، الأصل ضبط أوقات الصلاة بحركة الشمس كما جاء وصف هذه الأمة في حديث كعب يحكي عن التوراة قال: نجد مكتوبا محمد رسول الله عبد المختار، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام، وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف، رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها،
يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء: صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل. هذا لفظ المصابيح، ورواه الدارمي مع تغيير يسير. فقوله رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يدل على معرفة هذه الأمة أوقات الصلاة من مراقبة حركة الشمس. يروي الحاكم والبيهقي في حديث صحيح عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وذنب السرحان أي ذنب الذئب، وهو ذيل الذئب، عريض من الأسفل مدبب من الأعلى، وهكذا الفجر الكاذب. الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وكذلك روى الحاكم والبيهقي في حديث صحيح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. وفي مسند أحمد وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. إذن هذه الرواية التي في صحيح مسلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بناء على حركة الشمس، فيقول: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. فائدة فلكية: ميلان محور الأرض هو بزاوية ثيتا تساوي 13.5 هو السبب في حدوث الفرق الكبير بين ساعات الليل والنهار وحدوث الفصول 4. والله تعالى أعلم، ورد العلم إليه أسلم، والحمد لله رب العالمين.